بلح الشام بكل سهوله في البيت، هتقدري تعمليه بثلاث مكونات بس. سامعين الحرمشه والقرمشه كده؟ اسمعوا كده. بسم الله. بثلاث مكونات بس. عندنا طبعا 2 كوب من الماء، 2 كوب وربع كده، كوبايه الا حاجه بسيطه من الزيت على الماء كده يدفوا مع بعض. وعندنا 500 جرام من الدقيق، 4 اكواب من الدقيق. بنقلبهم بقى كده على النار كده، وبنرفعهم من على النار على طول اول ما ننزل بيهم. نقلبهم تقليبه كده العجينه لحد العجينه ما تلم معانا. احنا مش محتاجين نار تاني كده، العجينه لمت معانا. هنبدا بقى نفرد على الرخامه بتاعتنا كده، ونسيبها تبرد لمده نص ساعه كده اما العجينه تبرد خالص. عندنا من 4 ل 6 بيضات كده. انا حبيت بس احط 4 بيضات، لو حابب تحط 6 بيضات براحتك. حطيت 4 بيضات، وبدات بقى اعجن البيض كده مع العجينه بعد ما بردت خالص، ما عادش فيها اي سخونيه ولا دفى خالص. احنا بس كده دول الثلاث مكونات. عندنا بقى طاسه فيها زيت كده تحت المتوسطه، الزيت ما يكونش سخن جامد. ونبدا بقى ننزل بالبلح بتاعنا بالعجينه ونقطعها كده. طبعا عندنا الشربات 2 كوب من السكر ونص وكوب من الماء. بننزل بقى في الشربات يكون بارد بتاعنا. شربات تقيل يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، تحفه بصراحه. بلح الشام في البيت بكل سهوله، هتقدروا تعملوه ليكم ولولادكم زي ما انتم شايفين الجمال والحلاوه. بنسيبه في الشربات لمده حلو دقيقتين اخواتي، انا ريحت 3. لكم كده بلح الشام بكل سهوله في البيت. رمضان بقى محتاج مننا كتير. النهارده عملنا بلح الشام مع بعض زي ما انتم شايفين، الحرمشه والقرمشه بتاعته كده حاجه تحفه. بلح الشام في البيت بكل سهوله زي ما انتم شايفين كده تحفه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده الكلام.